اتنين تجار كانوا بيتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة، وأحد التجار طلع مسدس عشان يضرب التاني بالرصاص. المهم إن الرصاصة دي مصابتش الشخص التاني في الخناقة، لكن أصابت واحد كان بيبص من الشباك في المحل بتاعه، والرصاصة دي أصابته بالشلل. عدل ربنا في الموضوع. المهم إن بعد فترة من الحادثة سمعوا إن كان في إخوات أبوهم متوفي، وكان عمهم هو الوصي عليهم، والإخوات دول كان ليهم عند عمهم 20,000 درهم ليهم، وكانوا عايزين الفلوس دي علشان خاطر يشتروا بيت. هو رفض. راحوا اشتكوه للقاضي، قال لهم هو الوصي عليكم وهو اللي المفروض يديكوا الفلوس. راحوا اشتكوه للشيخ، قال لهم اشتكوا لربنا. اليوم التاني من شكواهم لربنا، عمهم ده كان بيبص على خناقة ما بين اتنين، والاتنين دول هما بيتخانقوا، واحد طلع مسدس بدل ما الرصاصة تيجي في صاحبه اللي بيتخانق معاه، جت في عمهم وأصابته بالشلل.